يلا حبايب قلبي بقى، ايه رأيكم بقى؟ طالع من الفرن سخن اهو. كان نفسي اصوره هو في الفرن وهو قابب كده، بس ما مرتاح بقى وحطيناه في الطبق. يعني هدا بقى شوية. شوف معانا اهو. هنحشيه بقى ايه؟ فتحنا واحد اهو. هنحشي بقى ايه؟ الولاد هيحشوه مربى وياكلوه من المربى اللي احنا عاملينها، مربى الفراولة الجميلة. احلى بقى كوماج تحفة. يتقفل بقى سندوتش كده ويتاكل. الف هنا وشفا. ومش قادرة اقول لكم والله على الطعم والجمال. تحفة، يا ريت تجربوه. وتعالوا بقى معايا اقول لكم احنا عملناه ازاي. بس قبل ما نروح احنا نشوف احنا عملناه ازاي. يا ريت كده تشتركوا عندي، واللايكات بتاعتكم الحلوة والاشتراك. وما تنسونيش في اللايك والتعليق بتاعكم الحلو. عايزة التعليقات منكم علشان تشجعوني وتقولوا لي رأيكم ايه. و... وكل سنة وانتم طيبين. يلا بينا بقى نشوف احنا عملناه ازاي. بسم الله. يلا بقى كده نسمي ونعمل مع بعض العيش الكوماج باللبن. نعمل هنا معانا ايه؟ احنا هنا معانا كيلو دقيق. كيلو دقيق نخلاه كويس، منخول كويس. ومعانا هنا نص معلقة ملح ومعلقة سكر كبيرة. يعني نص معلقة صغيرة ملح ومعلقة سكر كبيرة. معلقة ايه؟ معلقة زي دي يا حبايبي كده، زي دي. ومعانا هنا معلقة خميرة كبيرة. خميرة لازم تكون بره التلاجة مش في التلاجة، تكون طازة وضمناها من غير ما تجربيها في مية يعني. معلقة كبيرة. ونجيب هنا كمان معلقة بيكنج باودر. المواد الجافة كده كلها على بعض كده. معلقة كبيرة. نملى المعلقة الصغيرة دي كده شوية اهي كده. معلقة كبيرة اهي، خدنا معلقتين صغيرين. خلاص كده تمام. معانا هنا بقى ايه؟ هنقلب بقى المواد الجافة كلها كده مع بعض. الملح والخميرة والبيكنج باودر، كل المواد الجافة كده مع بعض. معانا هنا ايه بقى ده؟ عملنا جبنة، بس ايه المية؟ اول مية كلها قشطة. اول مية نازلة من الجبنة، المية اللي بتنزل الشرش بتاع الجبنة ومكونش عليها ملح، لسه محطتش على الجبنة ملح. دي لبن الشرش بتاع الجبنة ومعلهوش ملح وبقشطته بالقشطة بتاعته اهي. شايفين يا حبايبي؟ هنقلب كويس المكونات الجافة كده. ومعانا كيلو الدقيق بياخد تقريبا 4 كوبايات مية. احنا مش ممكن ما نحتاجش اللبن ده كله. احنا ممكن ايه نستعمل نصه يعني. فهنا ده دافي اهو، دافي ما هو الساقع. هنحط كده اللبن كوبايه كده ونقلب حسب الدقيق بتاعك كده. في دقيق بيقبل ودقيق ما بيقبلش. انا هشوف الكيلو هياخد الكميه دي ولا لا. معانا هنا نص كوبايه سمنه. نص كوبايه سمنه وعليها نص زيت. يعني ما نملاش الكوبايه قوي، بس السمنه تكون اكتر من الزيت كده اهو. مسيحينهم على بعض، سمنه على زيت. بعد ما نعجن هنضيف الكوبايه دي عليها. فهنلف ده كده ونشوف هياخد اللبن كله ولا مش هياخد، وارجع لكم نحط السمنه عليها. بصوا حبايبي، احنا كورناه وحطينا عليه كيس اهو. حطينا عليه كيس اهو وغطيناه بكيس، حطيناه على مشمع وفوقيه مشمع ومغطينه بكيس. ونعمل بقى واحده اهو. فردنا الدقيق تحتها، فردنا الرغيف كده كده حبايبي. عملنا واحد اهو معاكم اهو يا حبايبي. شايفين؟ لازم يكون سمكه كده، يعني يكون ايه سنتي، سمكه سنتي كده. خلاص يا حبايبي، عملنا واحد اهو. هنسيبه كده على ما ايه، على ما ندخله في نعمل كمان واحد معاكم ونخلص واوريهولكم بقى اما يخرج من الفرن ان شاء الله. نجيب دقيق كده كده حبايبي. احنا سيبناه 10 دقايق بس. بعد ما كورناه عملناه كور
المقاس اللي انتوا عايزينه، عايزينه اكبر من كده، عايزينه اصغر من كده، المقاس ده بتاعكم انتم. انا عندي لازم ايه المقاس ده كويس، وسمكه كده حلو قوي، سنتي كده اهو. خلاص يا حبايبي، اسهل من كده مفيش اهو. اهو يا حبايبي اهو. نجيبه كده برضو على الجنب اهو. ونجيب سمسم، نجيب سمسم كده ونرش كده على الوش قبل ما يخمر. لازم نرش كده على الوش قبل ما يخمر كده اهو. ونبطط بس بسيطة عشان السمسم يلزق فيه كده، نبططه بس ايه عشان ايه السمسم يمسك فيه. خلاص كده حطينا السمسم وحبة البركة اهو. هنخلص كمية كده ونوديها الفرن وارجع لكم.